السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي. طبعا احنا في شهر رمضان بنبقى محتاجين نتسحر بحاجة كده خفيفة وبسيطة وكمان ما تحسسناش بعطش اليوم. هنعمل النهاردة الزبادي الكريمي الجميل ده، قوامه متماسك جدا وبجد طعمه لذيذ. يعني طبعا بيرجع لنوع الزبادي اللي انتوا هتستعملوه. هنعرف كل الاسرار ان نعمل الزبادي بالطريقة دي من غير لا مكنة ولا اي حاجة معقدة، بمكونات بسيطة جدا تقدروا تعملوه في البيت. هنبدأ دلوقتي وهنشوف الطريقة مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ في الطريقة. اول حاجه هحتاجها هو الحليب. طبعا انتوا ممكن تستعملوا البقري اللي هو بيبقى جاي من عند اللبان، ولكن انا عندي هنا مفيش اللبن ده خالص، فبحاول ان انا اجيب اللبن يكون كامل الدسم واورجانيك على قد ما اقدر. عندي طبعا كل لبن بيكون معلب، فانا استعملت 4 كيلو، حوالي 4 كيلو من الحليب. حطيتهم على النار يدفوا لانه اوريدي مبستر، ولكن لو هو انتوا جايبينه من عند اللبان او منتجات الالبان بتجيبوه وتغلوه وتسيبوه لما يبرد. انما بالنسبه للحليب اللي انا مستعملاه، انا بدفيه بس لان هو اوريدي مبستر، وبدفيه لدرجه ان يوصل لدرجه دمع العين، او ان انا احط صباعي في الحليب لمده 30 ثانيه وصباعي يتحمل الحراره، كده بيكون مظبوط. بالنسبه بقى الزبادي اللي هنستعمله، اي نوع زبادي انتوا تكونوا حابين طعمه. انا هنا استعملت الجريك يوجرت، بيكون طعمه حلو ولذيذ، او اللي هو بمعنى اصح الزبادي اليوناني. استعملت 5 معالق كبار ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من السكر وكمان شويه من لبن الحليب، مش مقدار معين، بس عشان ادوب الزبادي والسكر فيه، عشان لما ازوده على اللبن ما يعملش اي تكتلات. وبس كده، دي كل المقادير اللي انا هحتاجها. قلبتهم مع بعض. دلوقتي بقى هبدا اضيفهم على كميه الحليب بتاعتي. زي ما انا قلت لكم لازم يكون دافي، ما يكونش ساخن قوي ولا بارد قوي، عشان في كلتا الحالات مش هيعمل معاكم زبادي. بعدين بدات اقلبهم مع بعض كويس جدا عشان اتاكد ان كل حاجه امتزجت مع بعضها. وبس كده يكون قوام الزبادي جاهز معايا. هبدأ بقى احطه في الكوبايات، وده كده بيكون الزبادي السادة. اي كوبايات عندكم تكون نضيفة ومعقمة تقدروا تستعملوها، او ممكن كمان البريم بتاع الفرن. زي ما انتم شايفين كده، ده الزبادي الساده. بالنسبه بقى الزبادي اللي بالمربى، انا بستعمل اي نوع مربى وممكن كمان تعملوه في البيت. انا استعملت المربى الفراوله. بحط الاول معلقتين كبار كده من تحت، يعني كثافه كويسه من المربى، وبعد كده بنزل عليها بالزبادي. ما بيفصلش وما بيعملش اي حاجه، وبيطلع قوامه مظبوط جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. بالنسبه لمربى الفراوله، لو انتم مش حابين تجيبوها جاهزه، انتم ممكن تجيبوا كميه الفراوله. مثلا لو هتستعملوا نص كيلو وتستعملوا نص المقدار سكر وتحطوها على النار لحد ما تتقل معاكم، وهتعملوا منها احلى مربى فراوله. دلوقتي بقى بالنسبه للزبادي اللي بالفراوله اللي زي بتاع بره، انا بستعمل صوص الفراوله. ولكن لو مش متاح عندكم ممكن تستعملوا شربات الفراوله، اللي هو الشربات اللي بيتخفف علشان تقدروا تعملوه، شربات الفراوله. لو مش حابين الفراوله ممكن تستعملوا اي حاجه تانية زي ما تحبوا، بس انا ده الاطفال عندي بيحبوه جدا، اللي هو بطعم الفراوله واللي بمربى الفراوله. يعني بيتهيألي الاتنين دول بيبقوا احلى بكتير من الساده. زي ما انتم شايفين كده، ده زبادي الفراوله اللي هو لونه بينك. لو حابين ان اللون يكتر ممكن تزودوا من صوص الفراوله شويه. انا حطيت تقريبا حوالي معلقتين كبار، وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا كمان في البرامات بتاعه الفرن. بدات اغطي الكوبايات دي اوريدي ليها غطيان، فبدات اغطيها بالشكل ده، ولكن انتوا ممكن ما تغطوهاش. هحطها بقى في صينيه وهسيبها في الفرن. طبعا الفرن لازم يكون ساخن. انا كنت مشغله الفرن طول ما انا بعمل الزبادي، وبعد كده سبته لحد ما سخن تماما، قفلت الفرن وحطيت الصواني فيه. لو انتوا بتعملوه من بالليل هتقعدوه ليله كامله، يعني لحد تاني يوم الصبح. ولكن لو مثلا بتعملوه الصبح ممكن تقعدوه من 8 ل 10 ساعات في الفرن. طبعا الفرن بيكون مطفي ويكون ساخن. وتتابعوه. لو لقيتوا مثلا قوامه لسه ممسكش قوي، ممكن تشغلوا الفرن كمان دقيقتين ولا حاجه يدفى، بس تخلوا بالكم ما تكتروش علشان الزبادي ما يستويش معاكم وتبوظوا القوام اللي انتوا عملتوه. بعد كده بتحطوه في التلاجة اقل حاجه من 4 ل 5 ساعات لحد ما يبرد، علشان في بكتيريا معينه بتبقى موجوده في الزبادي ما بتموتش غير لما الزبادي يكون بارد جدا. وبس كده، شايفين قوام الزبادي عامل ازاي؟ اللي بالمربى المربى فاصله عن الزبادي وما اختلطوش مع بعض، وكمان اللي بالصوص الفراوله طالع قوامه مظبوط جدا ومتماسك، وكل حاجه بجد كريمي وطعمها حلو جدا، لان بيرجع لنوع الزبادي اللي انتوا استعملتوه.
وبكده يكون خلص فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، الطريقه تكون عجبتكم. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.